انا بحب الف المحافظات عشان اجرب حاجات جديده، وساعات كده بيبقى فيهم شويه محلات مستخبيه محدش من بره المحافظه يعرف عنهم اي حاجه. والمحل ده لما سالت اكل ايه في منيا القمح ناس كتير قوي رشحوهولي، فاحنا النهارده في محافظه الشرقيه في منيا القمح تحديدا في ميدان المنسي عشان اجرب مشويات ابو ربيع. بس ما تنساش قبل ما نبدا تدعي لاخواتنا في ربنا ينصرهم ان شاء الله. وعامة اللي انا عرفت عن المكان ده ان هو فتح من زمان قوي وليه فرعين، بس ده الفرع الجديد بتاعهم اللي في ميدان المنسي. واكتر حاجة انا شايفها مميزة في المكان ده ان هو بيعمل اللحمة من الالف للياء قدامك، يبتدي ياخد الجزء اللي انت عايزه يقطعه يتبله يشويه ويديهولك انت تاكله كده على طول. المهم بقى وعشان ما اطولش عليكم يلا بينا نخش في التجربة على طول. سخنت كده في الاول بشوربة لسان عصفور اللي كان سعرها 20 جنيه. هي طعمها حلو، هي طعمها حلو وسعرها حلو. دي بقى شوربه ابو ربيع فيها بهاريز ضاني، ودي برضو سعرها 20 جنيه. عارف شوربه الخروف بتاعت العيد اللي هي بتتعمل بعد الذبح دي على طول، هي دي. بعد كده دخلت في التقيل المشويات وابتديت فيهم بالفليتو. طعمها حلو قوي، طعم التتبيله بتاعتها حلوه قوي. جربتها برضو بالبابا غنوج بس كان فيها طعم غريب شويه، لكن الطحينه هي اللي كان طعمها حلو قوي. فليتو خطير. جربت برضو الطرب والكفته، ولو انت كيف ضاني هيعجبوك قوي، بس انا بالنسبه لي بفضل فيهم الكندوز اكتر. بس اللي بحبه في الضاني قوي بقى الكباب والريش، بالذات الريش كانت تحفه. ريشه خطيره. انا بقى نلحق اللي هناك دي قبل ما تبرد، وهي ورقه السجق لسه نازله طازه دي بقى. طعم السجق حلو بالنسبه للضاني، مع اني انا ما بفضلش برضو السجق الضاني، بس هو طعمه حلو. تعال نخش على اللي بعده. واول حاجه في اللي بعده هي لحمه بالبصل. بسم الله. طعمها حلو، شبه شويه الفاهيتا بس اللحمه نفسها مختلفه، اللحمه نفسها طعمها حلو قوي الصراحه، مع البصل مع الحاجات دي كلها، لا طعمها حلو. حلو ده، لا حلو قوي. جربت بعدها بقى الورق عنب بالكوارع. انا اخد حته كوارعيه مع الورق عنب دول كده كلهم مع بعض. هو الورق عنب ناشف شويه، وانا هنا عارف ان في ناس بتحب الحروقه اللي فوق دي، بس هي هنا كانت زياده وكانت منشفه الورق عنب نفسه. اوزي ورق عنب يعني برضه نفس المشكله برضه بتاعت الورق عنب، ان هو ناشف شويه من فوق. ده ايه، زبده تقريبا. وعامة الأوزي أو الكتف الضاني ده لما بيتعمل صح بيبقى خطير. اللحمه طعمها حلوه دايبه خالص. ممكن اخد حته من الدهون دي مع اني ما بحبهاش، بس نجرب. حتى الدهون برضو طعمها ما يضايقش. عامة طعم الحاجات طعمها حلو. فاضل بقى عكاوي بالبصل والبطاطس. العكاوي كانت ناعمة كده خالص، نسبة الدهون اللي فيها كانت مظبوطة، فبالنسبة لي كانت تحفة. طعم العكاوي حلو قوي. خش على اللي بعده. دي بقى ايه، ورقة لحمة بطاطس وبصل وشوية لحمة كده. اللحمة ملبسة كده شوية، وبعدين هي نفسها التتبيلة بتاعتها الصراحة لذيذة، مع شوية البصل مع البهاريز اللي تحت دي لذيذة. وحاجة من الحاجات اللي ما ينفعش افوتها برضه في محلات المشويات الملوخية، بس انا كنت حاسس هنا ان طعمها كان محتاج يبقى اقوى شوية، سواء طشة او توم او اي حاجة من الحاجات دي، لا كانوا محتاجين يزيدوا شوية. خش لده. ودي بقى موزة فتة. انا ابتديت الصراحة في الاول بالفتة عشان كان شكلها مغري. الصلصة اللي على الفتة حلوة قوي. ما حلوة قوي. الموزة بقى دي بتقعي لوحدك كده. خلاص ماشي، انت دايبة جدا. نوع حلو قوي. الموزه دايبه قوي، انا اصلا بحطها في بوقي هي بتروح يعني لوحدها خالص. انا مبسوط يعني مبسوط. جربت برضه من عندهم المحاشي، وانا عامه بالنسبه لي المحاشي ما بتتاكلش بره البيت، بس اكتر حاجتين عجبوني فيهم المحشي الفلفل والممبار، الاثنين دول كانوا حلوين قوي. الفلفل الصراحه طعمه حلو قوي، تحبيشه الرز نفسها حلوه. ومن الحاجات برضه اللي بيعملوها هناك من الالف للياء قدامك الحواوشي، من اول بقى تقطيع اللحمه لفرمها بالسكينه، البصل الفلفل الحاجات دي كده كلها. حلو الحواوشي ده، بس هو يعني البصل كان محتاج يقل شويه، بس هو حلو قوي. وفي الاخر بقى ملخصا للفيديو ده، تاكل ايه من مشويات ابو ربيع؟ انا بالنسبه لي الصراحه فليتو ريش كباب، الثلاثه دول كانوا حلوين قوي. ورقه السجق واللحمه بالبصل واوزي ورق عنب، دول برضو كانوا رائعين. ما تنسوش تقولوا لي بقى اجرب ايه تاني في الفيديوهات الجايه، واروح انهي محافظه. شكرا جدا ليكم لو انتوا لسه بتتفرجوا لغايه دلوقتي. كان معكم اباظه من قناه لايف اوف اباظه. السلام.